كيكة من غير فرن بالمية المغلية وهتسويها ايوه بالشكل ده. علينا بس نحط المية المغلية ونكتمها وكده تستوي معايا وتبقى زي الفل. احلى كيكة هتعمليها حاجة كده اللهم بارك. شايفين الجمال؟ ومنها فيها كمان حتى صوص الشوكولاتة بتاعها كمان منها فيها، يعني مش عاملة حاجة الا كله كده من بعضه، حاجة كده ما شاء الله. في شفشق الخلاط بتاعنا كوباية حليب، كوباية سكر، كوباية زيت، نص كوباية من الكاكاو الخام اللي هو يعادل 3 معالق كبار مليانين، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. طبعا قوامهم هيتقل جدا، ده صوص الشوكليت اللي هناخد منه كوباية كده ونركنها في التلاجة بالشكل ده. كوباية كوباية الشاي. طبعا كل شوية قوامه هيتقل جدا كده، خفيف شوية معاكم، لكن لو تسيبيه في التلاجة قوامه بيتقل جدا معاكي. اخدت كده كوباية، والباقي بقى هعمل بيه ايه؟ هضيف له 2 بيضة ونص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او باكت من الفانيليا الباودر، واضربهم كويس جدا في الخلاط. هصبهم بقى كده في بولة. نجيب بقى الدقيق بتاعنا، معايا كوباية نفس معيار الكوباية بتاعة الزيت والسكر واللبن، هي نفس الكوباية. هعيرها دقيق او طحين وهنخله كويس جدا. معايا ظرف من كيك شيف او البيكنج باودر وذرة ملح، وهعجنهم كده في اتجاه واحد بالمضرب السلك. لو احتاج دقيق تاني، حسيت ان العجينة يعني سايلة كده خفيفة بسيط، احط لها معلقة كده من الدقيق او الطحين. اهم حاجة وانتي بتقلبي عجينة الكيك في اتجاه واحد، ما ينفعش ان انا ارجع يعني عكس الاتجاه بالشكل ده. بصوا بقى هنا حسيت ان هي سايلة شوية، محتاجة معلقة دقيق، حاطط لها فعلا معلقة دقيق وقلبتها في نفس الاتجاه. خلاص كده سمك العجينة حلو قوي ما شاء الله. يلا بقى نجهز الكوبايات بتاعتنا او الكاسات بتاعتنا ايا كان موجود عندك. دهنه كده بسيطه بالفرشه من الزيت، وبعد كده بصب عجينه الكيك. نصيحه مني بلاش تخلوا الكوبايه او الاطباق دي نصها، لا خلي ربعها، لاني اللهم بارك بتقب جدا ولسه نحط عليها صوص الشوكليت، فطبعا بتحتاج فراغ كده من فوق. معايا كده الخله او العصايه دي، بعمل كده بمشي بيها في قلب العجينه بحيث بتشيل اي فراغات او هواء داخل العجينه. معايا بقى ميه مغليه في الكاتل، بصبها كده حوالي بغطي ربع مثلا الكوبايه من تحت او ربع الكاسه من تحت بالميه المغليه، وبعد كده بغطيها بورق فويل، وبشغل العين البوتاجاز عندي شمعه على نار هاديه جدا. بالظبط اخدت معايا ربع ساعه او ممكن 20 دقيقه، وبعد كده بتطلع بالجمال ده. طبعا اللهم بارك اللهم بارك، ابت جدا لدرجه ان هي يعني لزقت كده في الورق الفويل من فوق. ليه ارتفاعها اللهم بارك، شايفين المنظر؟ بالعصايه كده او بالخله دي بعمل فراغات كده في قلب عجينه الكيك. وطبعا دي اختياري، عايزه تسقيها لبن تمام، ده لبن ساده خالص من التلاجة، بس طبعا بسيب العجينه سوري الكيكه تبرد شويه تكون دافيه، علشان الكيك لو صبتي عليه الحليب وهو سخن هيتعجن منك. فالكيك بتاعي بيكون دافي، وبحط كده على كل كيكايه او كل بوله معلقه مثلا كبيره من الحليب بالشكل ده. ليه اسماء بيدوله طراوه، وكمان بيخلي ملمس الكيك كده طري قوي وتحفه جدا. معايا بقى كوبايه صوص الشوكليت اللي احنا عنا في التلاجة، بصب كده على الكيك كده من فوق. حاجه كده اللهم بارك بجد. شويه كيك يا بنات هتعملوها تحفه جدا، تحفه ما شاء الله. بصوا بقى مستويه وطريه قوي قوي وملمسها حلو قوي، جاتو شاتو تحفه، حاجه كده اللهم بارك. لازم تجربوها بقى. الفرن بتاعك بايظ، الفرن بطيء بيطفي على الكيك، ما بيطلعش الكيك مظبوط، طيب اعملي الخطوه دي على عين البوتاجاز بالميه السخنه المغليه. اهم حاجه تكون ميه سخنه مغليه تمام. بتصبيها كده في قاع الصينيه بحيث تبقى ايه، جايبه مثلا ربع الكوبايه من تحت كده او البوله، وبتحطيها على نار هادية. بتاخد معاكي من 15 دقيقة يعني ربع ساعة لتلت ساعة ل20 دقيقة على نار هادية جدا. وبعد كده بتشيلي الورق الفويل. ونصيحة مني بلاش تصبي نص الكوبايات، لا خليها ربعها مثلا، لاني اللهم بارك الكيك بيرتفع جدا وبيلزق يعني في قاع الورق او قاع الفوطة اللي انت حطاها. عايزة بس اوريكم كده، بصوا من قاع البولة من تحت او قاع الكوباية
مستويه وما شاء الله. طبعا كل ما بتسيبي صوص الشوكولاته ده يا بنات كل ما قوامه يتقل معاكي، لو تقل قوي حطي له معلقتين لبن وقلبيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، جربوها، مقادير سهله وبسيطه، وسيبلكم المقادير موجوده عندكم في صندوق الوصف باذن الله وفي اول التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.